الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الكرام، مرحبا بالجميع، كل الأهل والأحباب، العائلة، الأصدقاء. مرحبا بكل الناس المتواجدين في القناة وكل من التحق بنا. أهلا وسهلا بالجميع، منورين القناة ومنوريني دائما. شكرا على الدعم، شكرا على التفاعل، شكرا على التحفيز. إن شاء الله تكونوا في أتم الأحوال، تتمتعوا بصحة جيدة، تكونوا مرتاحين البال، قلوبكم مطمئنة، وهذا هو الأهم، والصحة أهم شيء. الله يعطيكم صحتكم جميعا ويكفيكم يا رب شر المرض وشر العجز. في هذا الفيديو حبيت أنني نشارككم شيء مهم يمكن الكثير منا كيغفل عليه للأسف، وكثير منا كيعرفوا وكيتناساه أو كيتجاوزوا، ويعني الله يسمح لنا ويغفر لنا، لأن فعلا في خضم تلاهي الحياة وكثرة المتطلبات وكثرة الكماليات، يعني الإنسان أصبح في غفلة كبيرة. فالله يهدينا ويرزقنا حسن الخاتمة وينور طريقنا يا رب. هذه المقولة اللي حبيت نشارككم اليوم هي لكاتب كويتي اسمه عبد الله الجار. عبد الله الجار الله رحمه الله توفي هذه السنة، يعني في هذه السنة في هذا الصيف توفى، الله يرحمه ويرحم المسلمين أجمعين. فهو قالها قبل ما يموت، فياريت تسمعوها للآخر، جزاكم الله كل خير. قال في المقولة: عند موتي لن أقلق ولن أهتم بجسدي البالي، فالمسلمون سيقومون باللازم. أولا يجردونني من ملابسي، ثانيا يغسلونني، ثالثا يكفنونني، رابعا يخرجوني من بيتي، خامسا يذهبون بي لمسكني الجديد ألا وهو القبر، سادسا سيأتي الكثير لتشييع جنازتي، بل سيلغي الكثير منهم أعماله لأجل دفني، وقد يكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتي يوما. سابعا أغراضي سيتم التخلص منها، مفاتيحي، كتبي، حقيبتي، أحذيتي، ملابسي، وإن كان أهلي موفقين فسوف يتصدقون بها لتنفعني. تأكدوا أن الدنيا لن تحزن على موتي ولا العالم، والإعلام سيستمر، ووظيفتي سيأتي غيري ليقوم بها، وأموالي ستذهب حلالا للورثة، بينما أنا الذي سأحاسب عن النقير والقطمير. أول ما سيسقط مني عند موتي هو اسمي، لذلك عندما أموت يقولون عني أين الجثة، ولا ينادوني باسمي، سيقولون أين الجثة. وعندما يريدون الصلاة علي أو عليك أو على أي أحد يقولون أحضروا الجنازة، فلا ينادوني باسمي. وعندما يشرعون في دفني يقولون قربوا الميت، ولا ينادوننا باسمنا. فلا تغرني عائلتي، ولا يغرني منصبي، ولا حسبي، ولا نسبي، فما أتفه هذه الدنيا، وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. الحزن عليك سيكون 3 أنواع. أولا
الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون مسكين، أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أيام ثم يعودون إلى لهوهم ولعبهم وضحكهم. ثالثا، الحزن العميق في البيت، أهلك أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، أو حتى سنة، ومن ثم سيضعونك في أرشيف الذكريات. وهكذا انتهت قصتك بين الناس، وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة. لقد زال عنك 6 أشياء: الجمال، المال، الصحة، الولد، لقد فارقت الدور والقصور، والزوجة أو الزوج، وبدأت الحياة الحقيقية. والسؤال هنا: ماذا أعددت لقبرك وآخرتك؟ ماذا أعددت لقبرك وآخرتك؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل، فاحرص على أول شيء الفرائض، النوافل ثانيا، ثالثا صدقة السر، رابعا عمل صالح، خامسا صلاة الليل لعلك تنجو، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا يختار الميت الصدقة؟ لو رجع للدنيا كما قال الله تعالى: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. صدق الله العظيم. لم يقل لأعتمر، لم يقل لأصلي، لم يقل لأصوم، قال لأصدق. ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته. فأكثروا من الصدقة، أكثروا من الصدقة، فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. كانت هذه هي مقولة الكاتب رحمه الله ورحم أمواتنا جميعا يا رب. فهي يعني كفيلة أنها توصل الشيء المقصود، لأنها تشرح نفسها بنفسها. ففعلا الإنسان أصبح منشغل بشكل كبير، فالله يحنن القلوب، الله يرحم قلوبنا، والله ينزل الرحمة فعلا في قلبنا، والإنسان يحس بخوه ويحس بنفسه. أصلا نفسنا ساعات كنغفلوا عليها، كنجهدوها، يعني قدام الضغط الأعصاب، قدام متطلبات الحياة، قدام أشياء كثيرة كتخلينا يعني نغفلوا على أنه في واحد اليوم غادي الواحد يمشي، لأن الدنيا فانية وكلنا لها. كيف كنقولوا سير رانا سابعك، يعني سير رانا سابعك، كلنا الدوام والبقاء لله سبحانه وتعالى. فيا ريت نصحاو شوية من هذه الغفوة، والإنسان يعمل لآخرته، سواء صلاة أو نوافل أو حمل كتاب الله أو صدقة. الإنسان الصدقات يعني تذهب البأس، تذهب الحزن، تذهب الفقر، كتزيد ما كتنقصش. الصدقة عمرها ما كتنقص، كتزيد أيا كانت، ولا سيما لو كانت بالسر من غير رياء ولا بن. فالله يحفظنا ويحفظكم، والله ينجينا وينجيكم من آفات الدنيا، والله ينجينا وينجيكم من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. وإن شاء الله أي خير كنعملوه يقفلنا ويشفع لنا غدا أمام الله، والله يرزقنا حسن الخاتمة. شكرا للجميع.
شكرا للاستماع. جزاكم الله خير على الاستماع، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.